سلام ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم فيديو جديد، والنهاردة طبعا تكملة تنظيف الشتاء وكده. النهاردة بقى الصالة، يعني خلاص آخر حاجة، بس معايا كمان أوضة الجلوس. بس أوضة الجلوس دي يعني أنا حاطة فيها الهدوم الشتوي كلها، اللي هو أنا بغسل بقى زي ما قلت لكم كل شوية بغسل الهدوم ومش عارفة ايه وكده. فحاطه الكركبه كلها فيها بحيث ان باقي الشقه تبقى متروقه وكده. ان شاء الله باذن الله، يعني خلاص قربت ان انا احط الشنط الفاضيه كلها، يعني هحطها تحت السرير. وكمان الصيفي طبعا بيبقى فيه حاجات متنطوره كده برضو، خلاص حطيتها في شنطه كده وهحطها تحت السرير. والهدوم الشتوي خلاص الحمد لله خلصتها اخيرا. فيعني الدنيا راقت كده، حتى يعني انا عملت على فكرة الدواليب وكده روقتها بصراحة، يعني ما استنيتش بس قلت يعني انا ما صورتش معاكم، لان انا كنت كل ما اغسل حاجة اقوم انا حطها بقى ومروقاها وموضباها في الدواليب وكده. فالنهارده بقى عملت معاكم الصالة زي ما انتم شايفين. طبعا انا عاملاها قبل كده من فترة، بس طبعا احنا عندنا التراب كتير جدا وطبعا الاطفال، فقلت اعملها تاني. وكمان عشان ندخل على الشتا طبعا نظيف وكده فعملتها. والباب ده لازم لازم المفروض ان هو يتلم على طول والله. فقلت المرة دي بقى هعمله بالليفة وكده، عشان ايه؟ تبقى حلوة بصراحة، عايزاه يبقى بيلمع كده. طبعا هو خلاص اتجرح طبعا زي ما انتم شايفين من العيال، وكمان عشان خاطر كذا مرة، مرتين، مش فاكرة كم مرة، المهم يعني عادي عادي بتحصل في احسن العائلات ان احنا نسينا المفاتيح بننسى والله. حتى يعني بنشيل مثلا مع مامتي، مع مامة اشرف المفتاح او كده، عشان خاطر من كتر ما احنا بننساه والله. طبعا الموضوع ده بيحصل كتير كتير مع ناس كتير فزي ما انتوا شايفين الباب متدمر متدمر حصلت فيه حرب عالمية تانية المهم، وبعد كده طبعا بعد ما مسحت الحيطة لقيتها برضو مش راضية تنضف. عشان هي كمان اوف وايت وكده فبيبان عليها، فقلت خلاص هديها كمان بالليفة كده. هي بس الحتة دي على فكرة عشان ايدي الاطفال في الدخول والطلوع وكده، وبيكونوا بقى طبعا جايين من المدارس ايديهم مش نظيفة، فطبعا كتر خيرها الحيطة دي. هنا بقى نضفت. انا طبعا مش بنضف بدي خالص، يعني دي بنضف بيها لما تكون لسه منضفة بيها، عشان بحسها مش بتنضف يعني. انا بصراحة بعمل بالقماشة حتى مستخدماها زي القماشة بنضف بيها كأنها قماشة. فقلت خلاص هعمل بس عشان لو كان مثلا في شوية تراب او كده عادي. انا طبعا عشان بنضف كل يوم من التراب، والتراب مش بيخلص، وبالذات عندي عشان في المشروع ده اللي انا قلتلكوا عليه، اللي هو بتاع كوبري وكده. وقاطع عندي النت عشان خاطر الكوبري، ومش عارفة امتى والله هيجيبولي النت. والشركة طبعا مش عاملة مثلا، يعني مش عاملة هي حل للموضوع، يعني مش شايفة هي حل للموضوع. هي شايفة ان هي تحل الموضوع بعد ما يخلص المشروع. طيب ما شوفوا حل لدلوقتي، انتوا شركة عالمية، يعني المفروض شركة معروفة ليها اسمها، شركة وي. فبصراحة يعني متضايقة منهم جدا. انتوا بتصرفوا ملايين على الاعلانات وعلى الممثلين اللي بيعملوا لكم اعلانات، مش قادرين تشوفوا حل الموضوع زي كده. فيها ايه لو اديتوا مثلا للناس اللي زي دي على الموبايلات مثلا عشان يخلصوا شغلهم، تقولوا لهم مثلا هننزل لكم، هنديكم مثلا كارت ب10 جنيه يا سيدي، او تراضوهم يعني، فاهمين انا اقصد ايه؟ لكن هم لا خالص، مش يعني ما بيهمهمش غير بس صراحة مصلحتهم وبس. و... ولما اتصل بيهم يقولوا لي ادفعي الشهري عشان خاطر لو جت الفاتورة يبقى انتي عندك. طب انا ادفع ليه وهو اساسا مفيش، تضيع مني بقى عادي وهو اساسا مفيش نت. طب ما تشوفوا حل انتوا، هو انتوا مستنيين ان انا ادفع من غير ما انتوا تشوفوا حل؟ وطبعا اتصلت كتير والله، وشُفت يعني إني ممكن أكلّم مثلًا كمدير أو كده، لإن أنا كل اللي بيكلّمهم مثلًا اللي هم الناس الموظفين عادي، ودول طبعًا ما فيش حاجة في إيديهم. فراح يعني بذوق كده، يعني عارفين الناس الذوق كده بس ذوقيًا، يعني اللي هو أنتِ
ما بتبقيش حاسة إن هُم بيهينوكِ من كتر ما هُم ذوق، بس فيما معناه اللي هو اخبطي راسِك في الحيط. أنتم فاهمين الموضوع إزاي؟ المدير بالضبط قال لي كده بس بطريقة ذوق، بطريقة تبلعيها يعني تاكليها من كتر حلاوتها. ويالّا بقى هنعمل إيه، يعني ما فيش حاجة بإيدي والله عشان أنزّل لكم فيديو باروح بيتنا أو بيت أختي عشان أنزّل فيديو، كل ما أتصل بيهم يقولوا لي أصل لسه، أصل مش عارفة إيه، أقول لهم طب شوفوا حل، ادّوني مثلًا كارت شحن، أنتم كده هتعوّضوا، أنا أقصد إن هُم كده هيعوّضوا الموضوع، تعويض بتعويض، أنتم ما تعوّضوش بعدين، لإن أنا محتاجة دلوقتي. تعويض بتعويض وكده أنتم هتخسروا زي ما بتقولوا، يعني هُم بيقولوا إن إحنا كده بنخسر والله عشان التعويض ده وكده. طيب طب ما أنتم تعوّضوا بأقل وفي نفس الوقت بتحلّوا أزمة الزبون، بس تقولوا إيه بقى، دي شركات يعني ما نقدرش نتكلّم معاها بصراحة. المهم بُصّوا بقى اللي أنا لقيته في بنتي، أنا لقيت حشرة غريبة جدًا في لولي دي، وبُصّوا غارزة كل حاجة فيها، يعني إيديها عندها 8 أيادي والّا 10 أيادي، غارزة إيديها كلّها في لولي دي، ومن كتر ما إحنا قعدنا نطلّع فيها ما رضتش تطلع، وأنا أساسًا كنت فاكرة إن هي جرح، تعويرة، لإني مش راضية تطلع والله العظيم، وقُمت مطلّعاها بضفري والبنت قعدت تصوّت، وبعد كده رُحت لمّا قعدت تصوّت جوزي قال لي: "خلاص أنا هاطلّعها لها." يعني عشان هي بترضى بيه هو وكده، فأول ما جات مثلًا يطلّعها لها ماسك نُصّها، أنا طلّعت نُصّها بضفري، ماسك نُصّها، النُص التاني مش راضي يطلع أبدًا، هو ماسكها بإيده. و بإيده الاتنين يعني بصوابعينه الاتنين وصوابعينه، إيه رأيكم في صوابعيني؟ ومش راضية تطلع، والبنت تصوّت وإحنا مش عارفين نعمل إيه، بُصّوا حشرة صغيّرة جدًا، فإحنا ما عرفناش نعمل إيه ولا و و وما عرفناش نطلّعها إزاي وكده، بعد كده مش عارفة جوزي عمل إيه وطلّعها الحمد لله يعني، بُصّوا هي عاملة زي إن هي حاجة قرصاها كده وحاشية صوابعها كلّها فيها. ومن كتر ما هي لازقة فيها أكنها ساطحاها، يعني أكنها جلد البنت نفسه، أنتم متخيلين هي عاملة إزاي وعشقانة إزاي في البنت؟ فكان إيه المفروض نعمل؟ مش عارفين بقى، فأول ما طلعناها بقى قُلت خلاص يا أشرف أنا ممكن يكون الحشرة دي مثلًا اللي إحنا عارفينها اللي أنا قُلت لكم عليها قبل كده، حشرة مثلًا في حاجة في الدواليب أو كده. أو تحت السرير أو في المرتبة، فقُلت خلاص هانضّف كل حاجة، وفعلًا والله قبل ما أحُط الهدوم بقيت أنضّف، المراتب حطينا كل شوية مرتبة على الشمس في الشمس يعني وكده، بس طبعًا ما صوّرتلكوش ده كلّه لإن أنا بصراحة كنت على أعصابي وكنا خايفين جدًا لا يبقى في حشرات كتير منها أو كده. وبعد كده قُمت إيه، برضه عملت اللي هو الأنتريه ده زي ما شُفتوني، وكنت إيه، كل شوية بادخّل كده في الجنب لا يكون هي عادين الحشرات دي في الأنتريه، أنتم عارفين طبعًا الحروف بتاعة الأنتريه دي بتبقى مليانة، فالحل الوحيد ليها إن أنتِ تدخّلي كويس أوي بالمكنسة الكهربا ما بين الحروف، لإن بجد بتبقى مليانة تراب، مليانة بلاوي زرقا، ده غير إن هو ممكن يكون فيها الحشرات دي، فأنا طبعًا مش عارفة إذا كان فيها والّا لأ، بس أنا باعمل اللي عليَّ فاهمين؟ فزي ما أنتم شُفتوني كده عملت كلّه بقى بالمكنسة الكهربا وبالحاجة اللي هي مخصوصة للأنتريه عشان تنضف، وعملت الحيطان وعملت ولمّعت كويس أوي عشان إيه، يبقى كل شقتي نضيفة، وحتى أوضة الجلوس يعني خلاص أنا هاحط زي ما قُلت لكم كل حاجة تحت السرير، وطبعًا نضّفت تحت السرير، بس بُصّوا يعني كانت يومين صعبين جدًا. وقعدنا ندوّر بقى في كل مكان بس ما لقيناش ولا أي حاجة، المهم إني بعدين فوجئنا إن ماما بتقول لأ دي أساسًا حشرة من برّه، يعني حشرة بتاعة مثلًا كلب، مثلًا حمار أو كده، حاجة زي كده يعني، لإن إحنا طبعًا عندنا الحاجات دي كتير، يعني عندنا الحمير كتير وعندنا الكلاب كتير، بس حيوانات على فكرة. بس فعشان كده ممكن تكون هي طارت وجات لها من حاجة يعني، طبعًا إحنا عندنا كلاب كتير جدًا كمان، وعاملين على فكرة مجموعات الكلاب وعاملين عصابة، كل واحد عامل عصابة، وبيقعدوا بقى كل شوية
يهوهوا على بعض و ويعني حالة صعبة بصراحة، فممكن نكون إحنا وماشيين هي طارت يعني، بس الحمد لله إن إحنا لحقناها وحصلناها، وماما بعد ما خلّصنا ده كلّه ماما قالت لي: "دي حشرة من برّه." قُلت لها: "طَب الحمد لله، هو إحنا تعبنا بس على الأقل اتطمنا إن هي مش من البيت أو مش حاجة في البيت، أنتم بتشوفوني والله أنا بانضّف كل حاجة، إيه رأيكم في تلاجتي؟ دي تلاجتي حبيبتي." بُص أنا باعشق التلاجة دي، بس هي صغيّرة يعني من جوّه قصيّرة، بس يعني قصيّرة في الإدراج بتاعتها، بس هي جميلة أنا باعشقها بصراحة ما شاء الله عليها، حلوة جدًا الله أكبر وأنا باحبها. المهم بعد ما تعبنا بقى وبعد ما خلّصنا كل حاجة والمراتب كلّها طلّعناها، راحت ماما قالت دي من برّه، وفي الآخر يعني اقتنعنا بصراحة لإن ما لقيناش حاجة فاهمين؟ وأنا أصلًا منضّفة معاكم زي ما أنتم شُفتوا، عارفين لو مش منضّفة الشتا وكده والتنضيفات اللي أنتم شُفتوها دي، كنت قُلت صحيح ممكن أو كده، بس أنا منضّفة كل حاجة ولسه مطلّعة الهدوم الشتوي، أنا قُلت ممكن تكون مركونة في الهدوم الشتوي، أتاريها لأ. طبعًا بُصّوا كل اللي عندها أطفال عارفة الحركة دي لازم تعملها عشان تفرش أول بأول، فأنا طبعًا باعمل كده والله الخيشة دي على فكرة أو القماشة دي نضيفة، يعني أنا باغسلها عادي في الغسالة على فكرة ونضيفة خالص والله، بس لازم بانشِّف بيها عشان خاطر أفرش على طول السجادة عشان أولادي ما بيستنوش بصراحة، وطبعًا فرشت السجاد اللي أنا غاسلاه، فالحياة مُريحة وجميلة والله بجد أجمل حاجة لمّا تبقي غاسلة السجاد وتفرشيه كده على نضافة وتحسي بالرونقة دي. وهو ده بقى أنتم عارفين السجادة أصلًا أنا كنت محافظة عليها بالبطانية، ودي بقى أهو دي أول مرّة طبعًا خلاص بعد الغسيل، بُصّوا بقى إزاي منوّرة ما شاء الله يعني وحلوة خالص، وطبعًا كل حاجة بتبرق، فجميلة جدًا. و وطبعًا أنا عملت التلاجة عشان كمان هي قاعدة في الصالة، بس والله أولادي مش سايبينها في حالها التلاجة، يعني ضاربينها وكاسرينها وعاملين عمايلهم فيها، وبكده أبقى خلّصت معاكم الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وطبعًا ما رضيتش أفرش حاجة عشان أورّيكم الأنتريه كده وهو مش مفروش، شايفين النضافة، شايفين الجمال، شايفين الأناقة، على رأي بنتي تقول لي: "شايفة الشياكة، شايفة الأناقة." فبُصّوا والله السجاد بيتكلم عن نفسه يا جدعان، يا رب يقعد كده بس أسبوع، أنا عايزاه أسبوع. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم على خير وباي باي.